السلام عليكم، كي داير اخوان؟ صافا كلشي مزيان الحمد لله. معكم اخوكم مراد، محاسب وخبير في اداره الاعمال المدنيه الدار البيضاء. الحلقه ديال اليوم جبتها بالنسبه لاخوان اللي هما باغيين يسطبوا على الشركات وباغيين يعرفوا اشنو هما الاجراءات وشحال يقدر يشد ديال الوقت ديال التشطيب. بالنسبه لاي واحد باغي يشطب على الشركه، اشنو هما الاجراءات اللي كيدوزو؟ اول ايطاب كيدوز هي كتكون الاجراء، يعني الايطاب الاولى هي ديال الديسوليسيون. يعني تيكون واحد المجموعه ديال الوريقات كيصايبهم لك الكونطابل ديال، ولكن هذه المرحله قلنا ديال ديسوليسيون، كيكون واحد المجموعه ديال الوريقات كيعطيهم لك الكونطابل، كتيغاليزيهم وكترجعهم ليه، كيمشي يدفعهم للمحكمه. هاد كيدفع الدوسي ديال ديسوليسيون، كدوز واحد المده، واحد شويه ديال المده، يعني واحد ميم با واحد 15 يوم هكاك ولا شهر. كيمشي هويا على حساب كل مدينه، كيمشي كيدير لانونس بيلتا اوفيسيال ديال ديسوليسيون، يعني ديال التصفيه، وكيعاود يصايب لك ورقات اخرين ديال الليكيداسيون، يعني وكيمشي يدفع عاوتاني للمحكمه عاوتاني مره اخرى ديال الليكيداسيون. الليكيداسيون ديال ديال الار سي، يعني كندفعوا ديك ديال الدوسي عاوتاني، ولكن غير كتكون مع الورق كتكون واحد الضمانات المنقوله، يعني خاص ما يكونش عندك شي مشكل. يعني صافي كنمشيو ندفعوا الدوسي عاوتاني ديال ليكيداسيون ديال الار سي، من موراها كيخرجوا لنا شهاده ديال التشطيب ديال الار سي، يعني الار سي الموديل 13، يعني شهاده التشطيب. فاش كناخذوا هاد شهاده التشطيب هذه، ياك كنمشيو نزيدوا عليها دوسي اخر وكندفعوا عاوتاني ديال ليكيداسيون ديال لا تاكس بروفيسيونيل، يعني كنمشيو نراديو لا تاكس بروفيسيونيل، يعني كنمشيو ندفعوا لمصلحه الضرائب ياك. ولكن بالنسبه لمصلحه الضرائب في القانون عندهم الحق يبقاو شادين لك الدوسي حتى ل 6 موا، يعني حتى 6 شهور. ولكن بالنسبه لمصلحه الضرائب غالبا عندهم واحد الشهر بحال هكاك، شهرين ياك، وكيشطبوا لك على هذيك لا تاكس في حاله الا كانت الشركه ديالك اجور، يعني ما فيها لا مشاكل لا والو. وكنعنيو بالمشاكل راه كاين ديجا دايرين فيديوهات على هذه القضيه ديال الشركه، اشنو هما المشاكل اللي تيكون عندها، يعني مثلا الضرائب مثلا كانوا تيتسالوك اقتراحات ضريبيه، وهذا المهم راه ديجا داير فيديو تقدروا ترجعوا تشوفوه. يعني قلنا الا كانت الشركه اجور ما فيها لا مشاكل والو، صافي كيعطيوك شهاده ديال التشطيب ديال لا تاكس بروفيسيونيل، يعني لاتيستاسيون رادياسيون ديال لا تاكس بروفيسيونيل. صافي يعني عندك لاتيستاسيون رادياسيون قلنا ديال لا تاكس بروفيسيونيل، وعندك شهاده تشطيب ديال الار سي حتى هي. هاد جوج ورقات هما اللي مهمين عندك، خاصهم يعطيهم لك الكونطابل في الاخر المطاف. يعني بمعنى الاجراءات ديال التشطيب راه ماشي بحال الاجراءات ديال الكرياسيون. الكرياسيون ممكن الشركه على حسب المدينه انت اللي فيها، ممكن شركه تشد لك سيمانه ياك، وتشطيب يعني ما بين سيمانه على حتى بعض، كاينين بعض المدن يعني مثلا كازا، يعني شركات كيشدوا فيهم تقريبا الكرياسيون ما بين 15 يوم 20 يوم شي حاجه بحال هكا، على حسب لي رونديفو ديال المحكمه. وكاين مدن بحال المدن الصغار راه الاجراءات يعني ممكن 4 ايام 5 ايام سيمانه كاع كتكون الكرياسيون واجده. ولكن بالنسبه للتشطيب راه كيشد فيها 5 شهور 4 شهور 6 شهور، فهمتيني، باش تكمل الاجراءات ديال التشطيب. يعني ما كتكون الاجراءات ديال التشطيب ضروري خاصك المحاسب. الكرياسيون ممكن نقول لك الا كنتي مثلا ناضي وكتعرف شنو كدير، راه ممكن الكرياسيون ديرها راسك. ولكن بالنسبه للتشطيب ديال الشركه راه يستحيل باش ديرها راسك. واخا تقول لي مثلا انا ديجا كنت قاري كونطابيليتي ولا داير هادي ولا هذا، واخا هكاك كاين بزاف ديال الاوراق وبزاف ديال الاجراءات، يعني الكونطابل هو اللي غادي يعرف الخدمه ديالو، هو اللي يعرف يشطب لك على الشركه. المهم بالنسبه للاخوان اللي هما عندهم شركات وباغيين يشطبوا عليهم وبغاونا حنا نتكلفوا بها، حنا التشطيب راه كنحسبوا ليه 4000 درهم ياك. ولكن لي ديكلاراسيون يعني راه خاصك تكون ديجا الكونطابل ديالك انت حاطهم لك، يعني الديكلاراسيون تي فيا البيلون مثلا ديال ديسوليسيون، البيلون ديال ليكيداسيون ولا ديكلاراسيون، خاص الكونطابل ديالك يكون حاطهم. وحنا كتجيب لينا الدوسي على حساب التشطيب، والتشطيب كنحسبوا لك ليه 4000 درهم. اما الا كان مثلا عندك شركه مرونه وبغيتي حنا نجيو نقدو نسوي الوضعيه بعدا ديالها، نصفيوها بعدا نقدو لها الوضعيه ديالها بعدا تولي اجور، وعاد باش ندوزو لها التشطيب. في ديك الحاله راه كتخلص لينا هذوك التصريحات الضريبيه اللي غادي نحطوا. المهم هذيك السيرفيس اللي غادي نديرو الاخر عاد باش 4000 درهم ديال التشطيب. واي واحد كان عنده شي سؤال يوضعوا ليا في التعليقات، واذا شي واحد عنده استشاره راه كيخلص الاستشاره ديالو وكنحدد معاه شي وقت وكنتواصل معاه. ونتمنى تكون استفدتوا من هذه الحلقه ديالها، والسلام عليكم.